يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. ازيكم حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي قبل من اللي فات. خلاص، ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة بقى يا ست الكل في القناة، اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ام احمد وانس. احنا بقى ايه؟ فلوج النهارده في البحر. تعالوا شوفوا بقى ايه. قاعدين بنستمتع ورحلة جميلة وكده. وايه، في جزء في البيت وفي جزء معايا في البحر. احنا النهاردة ايه، كان تاني يوم لينا في البحر. وولادي قالوا لي ايه، روحي انت يا ماما. في جزء راح معايا وفي جزء قاعد في البيت. اتصلوا عليا جابولي على ملا وش. خشوا وشوفوا الفيديو من الاول للاخر. وفي اخر الفيديو خليكم متابعين الفيديو معايا من الاول للنهايه. احنا بقى ايه، كنا بالعربيه رحنا البحر اهو وقاعدين بقى. والولاد قاعدين معايا وعمالين بقى يرغوا معايا، مش مبطلين رغي. قعدنا اهو خدنا قعدتنا. وبصوا بقى غروب الشمس جميله ازاي. وكان اجواء جميله والجو جميل والدنيا جميله. او بصوا شايفين اهو. جابوني على ملا وش، اتصلوا عليا قالوا لي يلا يا ماما احنا الغدا. وكان غدانا ايه النهارده بقى؟ كنت معايا ديك رومي، بس بصراحة يعني ما عملتوش كله عشان هو كان كبير في حدود 6 كيلو كده. ده نص ونص شيلته. خلاص احنا هنعمله بطريقة بسيطة جدا. وهنعمل شوية خليكم معايا برضه، مش هقول لكم. اه، هتشوف انا هعمل ايه معاكم. خلاص ادي الرومي اهو غسلته كويس بليمون وملح ونقعته كويس جدا وخل. عملت له محلول كده ونقعته فيه اهو. خلاص شايفين اهو. انا بقى هسلقه اهو وهعمله في اقل وقت وفي اقل سرعة. وحاجة كده جميلة. وكانت اكلة ما شاء الله عليها. والجو جميل. وقلنا ناخد الولاد بقى جولة كده اسبوع نغير جو. جابوني على ملا وش، رحت اقعد شوية استمتع بالبحر واجواء البحر. جابوني يلا يا ماما الحقينا. جريت على ملا وش، في ايه يا ولاد؟ قالوا لي الغدا مخلص. طب ما انا عارفة هعمل لكم ايه، اصبروا عليا. او زي ما انتوا شايفين بقى انا روحت بهدومي. او اعمل له سلقته. وعملنا شوية كشك وهنعمل شوية ملوخية. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. وشكرا قوي قوي كل اللي بيكتب لي كومنت حلو. وشكرا كل اللي بيتابعني من كل بلد. وما تحرمش منكم ابدا ابدا على مشاهدتكم للفيديو وتشاهدوه من الاول للاخر. وان شاء الله هيعجبكم مع ام احمد وانس. خلاص احنا بقى نعمل شويه كشك كده جميل. وهو الرومي السلق اهو. سلقه بسيطه حلوه يا بنات. خلاص انا سويته قوي عشان ايه ما يشدش مع الولاد. وهنعمل شويه ملوخيه بقى خضره. خلاص انا كنت غسلاها برضو ومهوياها قبل ما امشي. كل ده عاملاها غسله ومنضفاها قبل ما امشي. قلت اما اروح اولع عليه، لا جابوني قالوا لي يلا يا ماما اهو. خلاص اهو انا بصوا بهدومي اهو. جيت من البحر غسلت ايدي ووشي وقلت لهم ايه هعمل لكم. انا ما نزلتش البحر، انا كنت رايحه ايه نقعد كده ناخد بريك شويه هوا شويه نستمتع بالبحر شويه. لا ما فيش استمتاع. خلاص ربنا يهديهم ويصلح حالهم. خلاص انا عماله اضحك معاهم واقول لهم والله والله اللي هيجي جنبي تاني ولا اللي يتصل بيا تاني لا هجري وراه في البحر وارميه. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. ما تنسنيش بقى بلايكات كتير. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. وعايزة لايكات كتير كده عشان اللايكات دي بترفع الفيديو معاكم ومشاهدة كتير يا جماعة. وشكرا قوي قوي على متابعتكم ليا. وهنخرج شوية الملوخية الجميلة دي الخضرة بقى. بصراحة الملوخية اليومين دول زي العسل. وإلا بقى على شوربة الرومي حاجة تاني. وحاجة فاخر من الآخر. أو بصوا بقى خرطة حلوة قوي. انا محسسني اللي ولادي ده احنا ما بنتعبش. لا احنا بنتعب معاهم وترويق وغدا وفطار وعشاء. او دي بقى الشوربه. بصوا بقى الكشك بقى ايه، الرز استوى اهو. الكشك ده خلاص يا بقى بنات لك كشك بشوربة بقى. الرومي طعم تاني وحاجة تاني. تودي في حتة تاني، حاجة فاخر من الآخر. خلاص زي ما انتوا شايفين اهو. او الشوربة بقى اهي. والرومي كده بقى انا بسوي كويس عشان ما يطلعش حرام معاهم
ناشف يشد عليهم عشان ده بلدي. خلاص، وانا حطيت بقى للكشك نشا ولبن. خلاص اهو، زي ما انتوا شايفين قوامه، بصوا طلع تحفة تحفة. وهعمله بقى بصلة تقلية كده على الوش، تدي طعم تاني وحاجة كده جميلة. وادي اهي بحمرها، واحنا بقى ايه في اسكندرية اهو، وفي قلب شقة اسكندرية، قبل بقى معمعة الدراسة وقبل الدراسة بقى قلنا ناخد كده ايه جولة اسبوع كده. وادي بحمره اهو. خلاص، انا الفرن عندي مش شغال، لو كان الفرن شغال كنت دخلته في الفرن يا بني. خلاص اهو، زي ما انتوا شايفين بقى حمرت البصلة، حطيت نصها في الكشك، والباقي ايه هحطه على الوش. بس صفيت السمنة. وادي الملوخية وقوامها، بصوا شايفين بقى قوامها تقيل ازاي وخضرة جميلة ازاي. عطتلاش والله اي حاجة. وادي كان طبقنا اليوم النهاردة اهو. وتعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. مفيش بقى، تسلم ايديك يا ام احمد. ورحلة سعيدة ان شاء الله علينا وعليكم. وشكرا قوي قوي على متابعتكم لينا. ويا رب تكملوا الفيديو من الاول للاخر، ان شاء الله هيعجبكم. أو مع السلامة.